مساء الخير أعزائي المشاهدين في برنامج جديد على المركز الكردي للدراسات. نخوض في تطورات المرحلة الاتفاقية 18 يناير وما تلاها من خطوات ميدانية على الأرض، وطبعا الخطوات السياسية والإدارية اللاحقة. يكون معنا كالعادة الزميل الكاتب والباحث السياسي شورش درويش. تحياتي زميل شورش. تحياتي دكتور طارق، وتحياتي كمان للمتابعي المركز الكردي للدراسات. شكرا لك عزيزي. الأسبوع الماضي ما عملنا، أنت كنت في زيارة للرياض. الحمد لله صحيح. على السلامة. الله يسلمك. الخطوات الميدانية، يعني صار في زيارة للأمن العام، مجموعة محددة للحسكة وبعد ذلك للقامشلي. تابعنا كلنا طبعا التفاصيل. مضت بشكل جيد كما أعتقد، يعني بسلاسة. قراءتك لهذه الزيارات، وهل أنت متفائل؟ يعني بداية القصيدة وتصريحات العميد مروان العلي وكل الكلام في الإعلام وفي البرامج وردود فعل السلطة، يعني الجو العام برأيك؟ هلا كمان بعد مساء الخير. الأوضاع سارت بشكل جيد خلال اليومين الماضيين. لا يمكن إنكار أنه كان هناك حالات استفزاز، عدم رغبة لدى جزء من السكان في المنطقة، سواء كانوا كرد أو عرب، للحالة الموجودة. هناك من لا يريد لهذا التفاهم أن يمضي. حدثت حالة اشتباك، يعني لاحظنا أنه كان في خلايا بحسب توصيف الأسايش أطلقت النار على آه، عناصر وزارة الدفاع المتقدمين باتجاه مراكز المدينة، وكانوا في حماية القوات الأمنية في القامشلي أو في الحسكة. ومضت على خير مع جرح أحد مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية. مضت الأمور على خير. هناك أيضا أنفاس شوفينية تكره فكرة أن يكون هناك شراكة مكانية، والشراكة المكانية في الجزيرة تفسح المجال أمام شراكات وطنية. يعني اللي أنا عم شوفه، إذا تم مرينا بمراحل نسميها في البداية ما حصل في اليومين الماضيين هو تطبيع أمني عسكري. الخطوة التالية هو الاندماج العسكري الأمني. الخطوة الثالثة هي الاندماج هياكل الحكم الموجودة في الإدارة الذاتية في هياكل الحكم الحكومة السورية. وبالتالي نتحدث عن سياق طويل، نتحدث عن الكثير من التفاصيل. هذه التفاصيل عملية مرهقة جدا، لا يمكن التنبؤ أين سيقع الخلل. لكن إذا توفرت النية الجدية لدى الطرفين، وخاصة بأن هناك رقابة أمريكية لصيقة لعملية الدمج، هناك ما يشبه الموافقة الإقليمية على أن تتم عملية الدمج بالشكل الذي انتهت إليه اتفاقية 18 يناير، بغض النظر عن الرابحين والخاسرين. وهذا دائما موضوع مهم جدا. الكل يرى خساراته كطرف، لا يرى خسارات الطرف الآخر. ونحن في حالة حرب أهلية سورية، هي حرب كانت حرب إلغاء. يعني طرف يريد إلغاء طرف آخر. بالناحية الواقعية لا يمكن إلغاء دور دمشق، ولا يمكن إلغاء دور قسد. لا يمكن الشطب على الوجود الكردي بعد حالة النهوض خلال 15 عام، وبعد تضحيات جسيمة، بعد اكتشاف الكرد لسحر السلاح، سلاح الحماية الذاتية، وبعد تجربتنا الطويلة بمضمار الإخاء. يعني فكرة الإخاء الكردي العربي ممكن ما تكون هدف تكتيكي، هي الهدف الاستراتيجي. إذا كانت فكرة التآخي اللي اشتغلت عليها كردستان العراق منذ السبعينات، ومنذ يعني منتصف الستينات على جريدة التآخي والتآخي الكردي العربي في سوريا اليوم أكثر من أي وقت مضى، أكثر حتى من حقبة داعش السوداء في المنطقة. نحن بحاجة لمفردات التآخي والسلم الأهلي. في تقديري الاتفاق الحاصل بين الطرفين، لاحظنا أيضا أن السلطة أغلقت الكثير من أبواب أو من حنفيات الكراهية وخطاب الكراهية. هذا أمر حميد إيجابي، على أن يجرم من يدعو إلى الكراهية سواء كان في سوريا وخارج سوريا. يجرم بنص قانوني واضح وصريح، أن تعمل المحاكم السورية أكثر ما يمكن على فكرة محاربة خطاب الكراهية. دمشق تمتلك إمكانية لتحريك الشارع باتجاه الكراهية، باتجاه الاستقطاب، يعني لديها قوة ووصول أكثر من قسد. علينا أن نعترف بتفوق السلطة في تحريكها
الجماعات التي تؤيد فكرة الكراهية والحرب والانتقام والثارات. يعني علينا أن نعترف بتفوق دمشق من هذه الناحية. هي بالسياسة ما بنسميها أخلاقية أو غير أخلاقية، هي وسيلة تتبعها دمشق خلال الفترة الماضية. الآن الوضع اختلف، هناك إغلاق الكثير من هذه النوافذ التي تدعو إلى قهر الكرد وإلى محق قسد وإلى تدمير الحالة الأمنية إلى شبه حالة فلتان. لاحظنا خلال الأيام الماضية في الرقة ودير الزور الكثير من الحوادث المؤسفة. لو أن العملية السياسية ولو أخذت وقت كان ممكن نصل إلى نتائج أفضل في الرقة ودير الزور. منعت قسد حدوث ما حصل في تلك المناطق في مناطق، يعني في مناطق الحسكة وكوباني. هذا أمر إيجابي، الوصول إلى تفاهمات هو أمر إيجابي، لكن المخاوف قائمة. أنت سألتني عن التفاؤل، لا يمكن التفاؤل في الحالة السورية. دائما هناك سجل لا ينساه الناس. لدينا خرق لاتفاق النار أكثر من 60 إلى 70 مرة حدثت في بين قسد وبين سلطة دمشق. لدينا وثائق واتفاقيات وقعت في الشيخ مقصود و10 مارس وما تلاها من تحسينات طرأت على هذه الاتفاقيات. لدينا أيضا نفوذ تركي يريد تقليص الحضور الكردي في سوريا لأن ذلك سينعكس عليها. لدينا أيضا مصالح دولية تريد تقوية هذه السلطة وجعلها مركزية بشكل مطبق تسيطر على كل سوريا، وهذا ممكن نرجع ونناقشه. لدى الكرد مخاوف مباشرة من أن تتحول بعض المسائل إلى خطابات شفهية. المرسوم 13 لا يمكن تنفيذه بدون الاستناد إلى هياكل الإدارة الذاتية، لا يمكن. سيبقى حبر على ورق. نقله إلى الإعلان الدستوري ثم إلى الدستور السوري يحتاج إلى ضمانات لكي يبقى نص راسخ، لا أن تأتي غدا سلطة شوفينية تشطب على الحقوق الكردية في سوريا. وبالتالي نحن نتحدث الآن عن إمكانية أن تصبح الحقوق الكردية وبالمثل الحقوق الخاصة بالسوريان الآشوريين ومختلف الهويات الثقافية أو الإثنيات في سوريا يجب أن تكرس في الدستور، في الديباجة، وأيضا في المبادئ المحصنة أو نسميها في القانون المبادئ الدستورية العليا. يعني بحيث لا يستطيع أي إنسان أن يعدل هذه المبادئ. على سبيل المثال النظام الجمهوري في فرنسا محصن بمبادئ فوق دستورية. النظام الديمقراطي في ألمانيا محصن بمبادئ فوق دستورية. أيضا حماية الأقليات يجب أن يحظى بهذا الموضوع، وحماية الحقوق الكردية، الحقوق القومية الكردية يجب أن يحظى بدسترة، وأن يعني يكون موجود ضمن دستور. مهما عدلت من مواده لا تستطيع أن تعدل المواد الأساسية: نظام الحكم، طبيعة الحكم، خريطة الجمهورية، وحقوق الكرد. هي مسائل يعني يمكن تسميتها بالمبادئ فوق دستورية أو مبادئ دستورية عليا بحسب ما تسمى في أدبيات الدول من دولة إلى أخرى. إذا هناك سؤال القلق الكردي على المصائر، على المستقبل، على كيف ستتعامل السلطة. لدينا مثل ما قلت يعني ملف خلال سنة واحدة من الخروقات ومن التلاعب ومن تقضية الوقت وتقطيع الوقت لأجل كسب الوقت لأجل أن تتغير اللوحة السياسية في المنطقة أو في الإقليم لصالح طرف معين. هذه العقلية لا تخدم ولا تنتج عملية سياسية. في اعتقادي أيضا يعني من أوقف الحرب الوشيكة في مناطق الجزيرة كان هناك إرادة فوق سوريا أيضا. كان في أصوات من الولايات المتحدة. سمعنا بالاتصال الذي جرى بين الرئيس الأمريكي والرئيس الانتقالي، سمعنا باتصال جي ديفانس مع الرئيس الانتقالي، والكل كان يتحدث عن الكرد. السينات كلهم تحدثوا عن الكرد، ليس قسد وليس الإدارة الذاتية، إنما وجوب حماية الكرد. وبلغت المسألة حدود أن يطرح السيناتور لينسي جراهام فكرة مشروع حماية الكرد، وهو مشروع جبار يمنع أي سلطة الآن وفي المستقبل بأن تتعدى على الحقوق الكردية أو على الوجود الكردي الفيزيائي. في حال صدر مثل هذا القانون من الولايات المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو من أي دولة ذات وزن، هذا سينعكس إيجابا على فكرة احترام التعددية في سوريا. نعم. طبعا قبل هذا القانون، قبل هذا الحراك من قبل السيناتور لينسي جراهام، كان في تصريح لتوم باراك أنه أمريكا ستنسحب وأنهت العلاقة والتعاون مع قسد. وتوم باراك العادة استخدم كلمات قاسية.
أعتقد أنه تصريحات باراك والموقف الأمريكي قبل الهجوم طبعا على شرق الفرات أحدث نوعا من الانتشاء لدى السلطة. يعني السلطة أيقنت بأن أمريكا تخلت عن قسد وستنسحب. الآن لديها ضوء أخضر في الهجوم والاستحواذ على كامل المنطقة وإنهاء قسد. وطبعا الإعلام العربي كان كالعادة يعني يطبل ويزمر للسلطة على قاعدة أنه سوريا واحدة ويمنعون الانقسام والانفصال. لكن حراك لينسي جراهام الذي هو ادى الى كما اشرت انت يعني الى اتصالات من الرئيس ومن نائب الرئيس، افهم السلطه بان موضوع الكرد خط احمر. هناك خط احمر موضوع لهذه السلطه الا تقترب من مناطق الكرد. يعني يمكن كان حاصروا كوباني ويمكن التفوا على الحسكه وعلى القامشلي، يعني من المناطق اللي فوق تل حميس وتل برك، لكن لم يحدث الهجوم. صار في كبح للسلطه. ايضا اريد ان اشير الى الضغط اللي حصل من قبل الكردستانيين، يعني حكومه اقليم كردستان العراق، الرئيس مسعود البرزاني. ايضا اليوم تونجر باكرهان الرئيس المشارك لحزب المساواه وديمقراطيه الشعوب تحدث عن اتصالات مستمره للقائد الكردي عبد الله وجلان. قال سيد وجلان كان في يعني اسبوعين كان موجود ويتصل ويعني يتباحث في الامر. هذا الحراك الكردي الكردستاني، المتابعة، الاتصالات الهاتفية مع الشرع، مع الأمريكان، مع الجنرال مظلوم عبده، تدخل تركيا أيضا وأن بشكل غير مباشر ضغوط أحدثت على تركيا من خلال كتلة حزب المساواة وديمقراطية الشعوب، والموقف الأمريكي الجبار دعنا نقول هكذا، لأنه كان موقف نوعي يختلف عن الوجه الآخر الذي مثله توم باراك. كل هذا الحراك ما الذي يعني أثره على الشرع وسلطة دمشق؟ أكثر ما يستهويني دكتور هو فكرة أنه كل جماعة أو كل دولة تقول نحن حلفاء لواشنطن. هذا كلام في سياق دبلوماسي يقال كثيرا. قالته قسد، تقوله سلطة الشرع، تقوله بغداد، أنقرة. كل العواصم في العالم تزعم بأن لها تحالفات مع واشنطن. واشنطن في المقابل ترى في كل هذه العمليات هي تقاطع مصالح وليس تحالفات أبدية. بعد 70 عام من تحالف بريطانيا مع الولايات المتحدة منذ الحرب العالمية والحرب العالمية الثانية إلى اليوم، لاحظنا أنه في خلل في ميزان العلاقة البريطانية الأمريكية، وهذا هي أهم علاقة تجمع بلدين في العالم. يعني الرابطة الأنجلو ساكسونية الأمريكية هي الأهم في العالم، أهم من علاقة أمريكا بإسرائيل. وبالتالي هناك نوع من الفهم الأمريكي لفكرة المصلحة التي تتجاسر أو تتجاوز فكرة التحالفات. الولايات المتحدة اليوم لا تزال تحافظ على علاقة عسكرية محددة مع قوات سوريا الديمقراطية. قبل عدة أيام كان هناك مناورات وتدريب في قاعدة تل بيدر بين الأمريكان وبين قوات سوريا الديمقراطية. في المقابل هناك نوع من البرود في العلاقة في مواجهة داعش. لم نعد نسمع بعمليات عسكرية تخوضها قوات الأمن السورية مع التحالف الدولي بقيادة واشنطن داخل سوريا منذ عملية تدمر. هذا أيضا يقودنا إلى سؤال: هل التحالف السوري الأمريكي مبني على فكرة محاربة داعش؟ هل سيستمر أم ستترك المسألة في عهدة سلطة دمشق؟ هل ستستطيع دمشق تلبية المطالب العالمية بوقف العنف في سوريا، وخاصة الجماعات الراديكالية أو تسمى بالإرهابية أو التطرف الشديد، تسمى علميا بالمتطرفة أو التطرف الشديد مثل داعش؟ هذه مسائل يمكن إلقاء النظر إليها، والقول بأنه لا يوجد تحالف سوري أمريكي. هناك مصلحة أمريكية فيها مع هذه السلطة. المصلحة الأمريكية هي التي تحدد مسار العلاقة مع بقية السوريين. يعني عندما ترفض الولايات المتحدة عملية ضد الكرد، هي ليست معنية بحماية الكرد بالمعنى الرومانسي أو بمعنى القيم الأمريكية اللي كانت موجودة بزمن أوباما إلى حد ما ومع جو بايدن، وربما في خطابات كمالا هاريس. الموضوع مختلف من وجهة نظر الجمهوريين وتحديدا ترامب. ترامب يرى أنه يجب حماية الشرع من ارتكاب إبادات أو مجازر، يجب حمايته هو. نعم، بس لينسي جراهام تحدث عن القيم الأمريكية وقال عار علينا أن نترك حلفاءنا وحدهم. أنا جاي لهذا الكلام. يعني الرئيس هو أعلى سلطة تنفيذية، يريد حماية دمشق من التهور وانقسام داخلي في الولايات المتحدة.
هناك استراتيجيين في الكونغرس. هؤلاء الاستراتيجيين يرون بأن المصلحة لا تكمن في أمور آنية مؤقتة. إذا خسرنا الأكراد كيف سنعوض ذلك؟ هذا يطرحه لينسي جراهام وغيره، جين شاهين، تطرحه أيضا شخصيات في مجلس النواب وليس في مجلس الشيوخ. وبالتالي هناك خوف لدى الولايات المتحدة من أن يكون هذا الزواج المبني على مصالح آنية، منها مضايقة إيران، وضع حد لإيران، منها استيعاب الغضب التركي، الاهتمام بالمصالح الإسرائيلية. كل هذه المسائل تبدأ من دمشق. لكن ما الاستراتيجية الأمريكية؟ هذا أعتقد بأن هناك رجال فكر، رجال رسم استراتيجيات. هناك أيضا الدولة العميقة في واشنطن هي التي ترسم حدود العلاقة. لكن الآن السلطة توم باراك، السلطة المباشرة الأمريكية الموجودة في سوريا، أقصد توم باراك، معني بمسألة واحدة: حماية الشرع من نفسه، أن لا ينزاح يصبح مرة أخرى ذلك الرجل الذي ذهب إلى السويدة وذهب إلى يعني الساحل. هذا النوع من الحمائيين نفهمه، يعني نوع من الدفاع عن رغبتهم بالقول بأن دمشق لا يجب أن يفرض عليها عقوبات. لينسي وزملائه هددوا بالعقوبات وعلى أنها ستكون أقصى من قيصر. أبعد من ذلك، لينسي ألمح بأن هناك دول إقليمية يجب أن تتوقف. الإشارة كانت واضحة أنها موجهة إلى تركيا. تركيا أيضا شعرت بنوع من الحرج. إذا استمرت هذه الحرب وأخذت طابع إبادي وحرب تدميرية، ممكن نروح لمشروعات قوانين مخيفة داخل واشنطن، أن يحدث ما لا يمكن توقعه. عام 2019 لينسي وفريقه من السينات جلسوا إلى الرئيس ترامب وأوقفوا مشروع الانسحاب. كان الانسحاب من كل سوريا بالمناسبة، وليس من رأس العين سريكانية تل أبيض، إنما من مجمل شمال شرق سوريا. وتعبير ترامب لا يزال يطن في الآذان: سوريا ليست سوى غبار أو تراب ودماء. يعني وقال سأتركها لروسيا. وفي مكان آخر تحدث وقال أنا أعطيتها لتركيا. وصرح الرئيس التركي آنذاك أردوغان بأن هذه المنطقة السهلية لا تناسب حياة الأكراد، وبالتالي يجب إبعادهم عن الحدود. يعني كان في كتير كلام يدعو إلى محق الكرد. في اللحظات الأخيرة، ومثل أفلام هوليود، تدخل لينسي جراهام مع فريقه وضغطوا على الرئيس. ضغطوا من خلال مساومات البنتاغون على رفع رصيد الرئاسة الأمريكية، أو منح القروض للرئاسة الأمريكية في سبيل إقامة الجدار العازل بين المكسيك وأمريكا في مقابل البقاء في سوريا. وتم إقناعه وتحدث عنها جيمس جيفري، قال لقد كذبنا على الرئيس، قلنا له أن في سوريا بترول وما في بترول. وتحدثنا أيضا أنه العدد القوات سينزل إلى 200 عسكري، بينما كنا في الحقيقة 800 عسكري. تم زيادتهم فيما بعد بفترة جو بايدن إلى 1200 عسكري. وبالتالي يقول كذبنا على الرئيس. إذا كان هناك أمر استراتيجي اضطر القيادات في واشنطن للكذب على الرئيس. ما نفهمه من هذه الحالة السابقة والحالة الراهنة بأن هناك رغبة لعقلنة دمشق. يعني الكرة الآن بمعنى الكلمة في ملعب دمشق وليس في ملعب قسد أو الكرد أو الدروز أو العلويين أو السنة المعتدلين. اليوم هناك نذر لمشكلة اجتماعية أيضا في دمشق وحلب، في المتروبولات السورية، بين الأوساط المدنيين بين ظفرين وبين القادمين الجدد إلى العواصم والمدن الصناعية. في نوع من يعني تحويل سوريا إلى مكان للغنائم. هذا أمر مخيف ينذر بانفجارات. لذلك الشعار المرحلي لكل الجماعات في سوريا هو إغلاق الباب. اتفاقية 18 يناير وتعديلاتها هي إغلاق الباب أمام فتنة كردية عربية. هي مصلحة مشتركة للكرد والعرب في وقت واحد، في آن واحد. هو نوع من الاندماج في المكان. قد يتحول إلى اندماج سوري إذا نجحت تجربة الحسكة. أنا أسجلها على نفسي، ستجري هذه المسألة على أكثر من مكان. السويد حتى أو الساحل مثلا. ممكن جدا داخل، بالعكس داخل أيضا حلب ودمشق. يعني يمكن يعني تحويل النظام اللامركزي بصيغته المخففة، أو أنا بسميها اللامركزية الصامتة التي تحظى بها الحسكة اليوم، تحويل هذه اللامركزية الصامتة إلى نوع إداري يطور القانون 107، قانون الإدارة المحلية، يعطي صلاحيات للمحافظ كابن منطقة مهمته المباشرة رعاية مصالح السكان. هذه مسألة أعتقد بأنه أمريكا معنية فيها بدرجة كبيرة، وأيضا الرعاة الرسميين لسلطة الشرع. تحدثون عن المملكة العربية السعودية، ونتحدث أيضا عن تركيا، نتحدث أيضا عن القلقين
من يعني الأدوار الوظيفية المنوطة بدمشق. نتحدث عن حزب الله، ونتحدث عن الحشد الشعبي، عن كتل شيعية موجودة في جوار سوريا، عن قلق أردني من تنقلب الموازين لصالح دمشق. ودمشق تقليديا منذ عهد البعث كانت تؤذي كل جوارها، وليس جار واحد، وليس لبنان واحد فقط، إنما كانت تؤذي أحيانا العراق، تؤذي أحيانا الأردن، تؤذي أحيانا تركيا، وبالتالي لديها نوبات انتفاخ تؤذي من خلالها الجوار. برجع على سؤالك، الشطر الثاني من السؤال دكتور طارق إذا تسمح لي. هناك أمر عظيم حدث اسمه الضغوط الكردستانية. يعني كرد سوريا تم تكثيرهم من عدة ملايين إلى أكثر من 20 30 مليون في خلال يومين. مظاهرات عارمة في أربيل العاصمة، مظاهرات عارمة في العاصمة الرمزية للكرد في ديار بكر، في وان، في موش، في أكثر من منطقة داخل كردستان التركية. تضامن من روجهلات إلى روجآفا. في الكثير من السليمانية، في دهوك، في كركوك، في طبعا خارقين. طبعا طبعا، حيزعل. يعني ما ضلت مدينة كردية لم تتضامن، كردستانية لم تتضامن. الكرد الفيليين في بغداد تضامن، يعني اللي هواهم أصلا مذهبي أكثر من هوى قومي، تضامنوا أيضا مع نكبة كرد سوريا. إذا كان هناك أنفاس كردستانية، كان هناك نوع من التنسيق الكرد العربي. الإيزيديين في شنغال، الكرد العلويين في ديرسن، الكرد الشيعة في كرماشاه، والكرد الفيليين الشيعة في بغداد، وأيضا والكرد السلفيين اليهود في إسرائيل. والسلفيين الكرد في جوامع كركوك وأربيل ودهوك وسليمانية. إذا كان هناك نوع حتى بلغ الوصف في شيوخ كردستان الأجلاء، القول بأنه ما تقوم به وحدات حماية الشعب هو جهاد. يعني بلغت المسائل هذا المستوى من قبل علماء كردستان السنة. كان هناك يعني حالة لا يمكن إغماض العين عنها. كان هناك تواصل كردستاني أيضا، سواء عبر البرلمان التركي، سواء عبر الدور الكبير الذي قامت به أربيل، السليمانية، الأدوار القيادية التي قامت بها كل الأحزاب الكردستانية. حقيقة الأمر أنا لم أجد ولا حزب كردستاني لم يتضامن ولم يحاول الاستفادة من علاقاته الخارجية، سواء بواشنطن أو الغرب أو حتى مع العواصم الإقليمية. الرئيس العراقي الكردي تواصل أيضا مع دمشق، تواصل مع يعني تواصلوا في أنقرة مع الرئاسة التركية. الكرد في تركيا تواصلوا بأن هذا يؤذي عملية السلام، يؤذي الإخاء. تحدثت الرئيس المشتركة لحزب ديم عن أنه يجب تصويب العلاقة الكردية العربية، وكذلك الأمر لا يمكن أن نقبل خطاب تركيا سلام في الداخل وعداء لأهلنا الأكراد في الخارج. أربيل تحركت بالمثل بشكل جيد جدا، ونسقت مع الجنرال مظلوم عبده، واستضافت المفاوضات التي جرت برعاية أمريكية. إذا كان هناك أتموسفير قومي كردي كبير جدا كردستاني. هناك مظاهرات خرج فيها آلاف الكردستانيين، عشرات الآلاف في أوروبا وخاصة ألمانيا، كانوا عنصر ضاغط أيضا على الكتل الانتخابية في البرلمانات الغربية. هذه المسائل كانت جد حساسة، إلى درجة أنه أنا لدي شك بأنه تم تأجيل زيارة الرئيس الانتقالي إلى برلين لأجل امتصاص حالة الغضب الكردية الموجودة في شوارع أوروبا. هذا وضع غير صحي أن تذهب، وأكبر خصمين في البرلمان الألماني وأنت أدرى في هذه المسائل، اليسار واليمين، كانوا متعاطفين مع الحالة الكردية في سوريا. ضد مين؟ ضد سلطة دمشق. وبالتالي لم يكن هناك مناخ جيد للزيارة لألمانيا أو باريس أو سواها من دول. هذا الجو، هذا الالتهاب الذي حصل في سوريا كانت يعني يؤثر على سمعة هذه السلطة في الخارج. إذا هناك من نصح وأجاد النصيحة أنه يجب تأجيل زيارة ألمانيا. أنا أقول أن الضغط الكردستاني، ضغط الشبيبة الكردية في أوروبا، صبايا وشباب الكرد، كبار السن والنساء الذين خرجوا إلى الشوارع، متقلدين الألوان القومية الكردية. هذا الجو العظيم لا يمكن وصفه سوى أنه عظيم. هو تحرك شعبي بدون تمويل خارجي، بدون خرق للقوانين الأوروبية، بدون، مع احترام كامل للقوانين الأوروبية، بتنظيم رفيع جدا، مسارح ونشاطات انضباطية عالية. هذا الجو أنا باعتقادي كان من مؤشرات التقطتها آذاننا بأن الإبادة صعبة. لا يمكن إبادة الكرد بشكل سهل ويسير. أيضا يضاف إلى ذلك مقدرة المقاومة على الأرض. كلمة مقاومة مش معيبة،
تم تشويهها في الشرق. المقاومة الشعبية في كوباني والجزيرة التي حدت من هذا التمدد. ليش؟ لأنه لا يوجد للكرد مكان آخر يذهبون إليه. هذا وطنهم الأول والأخير الذي دافعوا عنه في كوباني وفي الحسكة. هذه كانت أيضا رسالة بأنها لن تكون حرب سهلة، وهذه الحرب قد تمتد أبعد من سوريا، قد تنعكس على تركيا، قد تنعكس على أربيل وعلاقاتها مع بغداد وعلاقاتها مع واشنطن، قد تنعكس على كرد روجهلات. إذا هناك خلطة كردستانية عجيبة. هذا يحيلني إلى استشراف قالوا السيد مظلوم عبده القائد العام لقسد أنه عام 26 سيكون عام الوحدة الكردية. أنا لا أعلم، لكن الذي رأيته كان عام الوحدة الكردية. لا أعلم إذا هو قالها كنبوءة أو قراءة سياسية، أو كان يعلم أنه سنمر بأيام ضيقة تضيق فيها الحال على الكرد السوريين، لكن تحقق ما قالوا. فعلا 2026 مطلع 2026 نتمنى واحدة من الأمنيات أن لا نفرط بالبيت الكردي السوري ولا بالبيت الكردستاني. وبالمحصلة هذه الكيمياء، كيمياء الموجودة بين الأطراف والأفرقاء الكردستانيين، يجب وضعها على السكة الصحيحة بما يخدم مشاريع السلام في المنطقة. مشروع السلام الكردي هو أعظم مشروع تشهده المنطقة. في العادة من يمتلك بعض السلاح وبعض العلاقات الدولية ولديه الإرادة يذهب إلى القتال. الكرد على العكس، في أوج القوة التي وصلوا إليها منذ 100 عام يذهبون إلى خيار السلام بدل أن يذهبوا إلى خيار الحرب. وهذا أمر بظن أنه حتى الدول الكبرى تلتقط هذا الشيء، إرادة الكرد في أن يذهبوا إلى السلام والتفاوض. اليوم أنا استمعت إلى كلمة أحد قياديات الأسايش بأنه نحن ننادي بالسلام، دعاة سلام، ونحن أهل له، أهل للسلام. هذا يعني كلام لا يقال بسهولة. أنا بتقديري يحتاج إلى إرادة واعية، إلى رغبة في البقاء، رغبة في الشراكة، رغبة في تذليل العقبات. في المحصلة لن يكون أمام الكرد والعرب سوى التعايش، سوى الوصول إلى بلوغ مرحلة المواطنة المتساوية. ليس لعربي فضل على كردي وليس العكس، بالعكس. يجب أن نذهب إلى خطابات معقولة ومنطقية بعيدا عن حالة الانتفاخ القومي أو المشاعر السلبية أو احتقار فكرة إخاء الشعوب. ما البديل لإخاء الشعوب؟ عداء الشعوب. طيب، أنت جئت إلى هذا المحور المهم. كتبت بوست طويل، زميل شورش. أنا حصلت عليه، طبعا ما عندي فيسبوك بس حصلت عليه ونشرته في موقعي على تويتر إكس. آه، يعني ماذا أردت أن تقول في هذا البوست الطويل؟ عدة نقاط طبعا، لكن ماذا أردت أن تقول بشكل مفصل بعدة جمل، يعني لهؤلاء الذين الآن ذكرتهم، الرافضين لمنطق السلام، الرافضين لمنطق الأخوة، حتى من منطلق قوي ومن منطلق منتصر، يراهنون على المزيد من الحرب، ليس فقط يعني دفاع المشروع عن النفس، لا، الحرب يعني التوسعة وإنكار الآخر وتعصب. وتعرف يعني أنت لب الموضوع، ولا داعي لكي أنا أشرح. لهؤلاء كلهم، يعني للذين يريدون أن لا تقف هذه المواجهات، وللذين أيضا يريدون أن تقف بأي ثمن، ماذا أردت أن تقول لهم في هذا البوست؟ يعني ما وددت قوله أن العنصرية ليست وجهة نظر. يعني فكرة أن تكون شوفيني ضد الكرد ليست وجهة نظر. هذا دمار للمنطقة، دمار لنسيج اجتماعي، دمار لعلاقة عمرها قرون في تاريخ المنطقة بين الكرد والعرب والكرد والترك والكرد والفرس. هناك يعني أمور تفوق خيالنا. الكراهية، يعني المشاعر الكراهية، مشاعر الأحقاد لا تستمر. يعني هي فواصل في تاريخنا. الحالة الأصلية هي حالة الإخاء، حالة اللي نسميها بالجزيرة الخال والخارس. العرب الذين يتحدثون الكردية بشكل يعني ثقيل، يعني لا يوجد مشاعر، يعني تشعر بغمرة عاطفية كبرى تجاهه. الكرد الذين يتحدثون بعربية مكسرة لا تجد مشاعر سوى أن تحتضنهم، يحاولون الحديث مع الآخر بلغته. أمامنا طريق طويل. يعني فكرة الشوفينية، فكرة الكراهية، فكرة رفض الاتفاق الحاصل أو تحويل هذا الاتفاق إلى القول بأنه قسد انتصرت ودمشق هزمت، أو دمشق انتصرت وقسد هزمت، هذا كلام فارغ، كلام فارغ.
هل هذه الأصوات لم تخفت حتى من جانب الحكومة في الآونة الأخيرة؟ يعني أنا استمعت اليوم لنور الدين البابا المتحدث باسم الداخلية، حكى كلام طيب في القامشلي في حضرة الأسايش، جيد. لا يجب أن ننظر إلى المسألة عداء مطلق وعداء مفتوح. هذا الكلام جيد، يجب أن يقترن بأفعال، يجب أن يقترن بسياسات، يجب أن يقترن بلقاءات متواصلة بين الطرفين. لكن في المقلب الآخر تقرأ من غير الرسميين فكرة أنه الأسايش بقت في مكانها وقسد بقت في مكانها والجيش داخل بشكل رمزي. ما هو الجيوش لازم أصلا تدخل المدن بشكل رمزي. يعني الحالة السوية في الدول، في الولايات المتحدة لا يستطيع الرئيس الأمريكي الطلب من الجيش الأمريكي الدخول إلى المدن. هذا يحتاج إلى تشريعات خاصة. هناك حرس وطني في المنطقة، هناك شرطة مكلفة، هناك جهاز الاف بي اي، هناك يعني لا يمكن للجيوش أن تدخل المدن. ستكون لحظة سعيدة أن تنسحب قسد من المدن، تذهب إلى ثكناتها، ويذهب الجيش العربي السوري الذي نتمنى أن يصير اسمه الجيش السوري. يعني عندي ملاحظة على المسألة كمان، أنه مرحليا ممكن تقول الجمهورية العربية السورية إلى أن يصار تعديلها مستقبلا، بس لما تقول جيش عربي سوري لا يمكن لكردي أن يكون فرد في جيش عربي سوري. أنت تحول. زميل قرش، أنا أعتقد أنه حتى جزء كبير من السلطة بدأ يفكر في هذا الموضوع، قضية العربي السوري، الجيش العربي السوري، التلفزيون العربي السوري. صح، أنا أعتقد أنه هذا الميراث البعثي يجب القطع معه. هذا جر البلد إلى نكبات وويلات باسم العروبة وباسم تعريب الحجر والشجر وتغيير سمات الناس وصفاتهم وأسماء مواليدهم وأسماء قراهم. ما لك وما لاسم قرية كردية فيما تدع دريكيش تبقى دريكيش، تغير قرية اسم قرية كردية من كركند إلى تل البلبل ومن كذا إلى كذا. هذا عبث يجب أن يتوقف. فكرة الجيش السوري، كلمة الجيش السوري تقطع مع الفئوية. عندما تقول جيش عربي سوري، حتى إذا لم تكن إسلامي ذو توجه جهادي مثلا، بمجرد أن تقول جيش عربي سوري أنت تخص فئة من المواطنين، وإن كانوا 99%، مش 80، 99%، أنت تقول بأن هذا هو جيش العرب. هذه الحالة لا تسري على سوريا، لا تجعل المواطن الكردي الجندي الكردي يشعر بالولاء للمؤسسة، وبالتالي ويشعر بأنه الآخر يراه مرتزق كردي في جيش عربي، وهو يرى نفسه ناقص بأنه غير مستعد للدفاع عن بلد لا ينتمي إليها. هذه مسألة تدخل ضمن سياقات العلوم الاجتماعية، يجب تفسير المسألة في العلوم الاجتماعية ووضعها على طاولة السياسة والنقاش حولها بعقل بارد. أنا اللي بدي أقوله في منحى الاتفاق وخطابات الكراهية، أرجع له مرة ثانية، هي الأهم بالنسبة لي، أن وقف هذه يعني إغلاق هذا الصنبور الذي ينز ويعني بيطالع كراهية وبيطالع يعني أحقاد وأمور صغيرة جدا. شخص مزعوج من شخص كردي يقوم يحولها إلى موقف سياسي. يعني هذا يتطلب ثقافة عالية من السوريين، ويتطلب الكثير من ضبط النفس، التسامي فوق الصغائر. أنا اليوم كنت أرى عنصر الأسايش هو جيش الشعب أو حامي الشعب بهذا المعنى الحقيقي. كردي سيحمي السورياني والعربي، عربي في الجزيرة سيحمي الكردي والسورياني، سورياني سيحمي الآخرين. أنا أرى المسألة ليس من مقدار أنه هذا جندي كردي أو شرطي كردي سيحمي فقط الأكراد إذا حدثت مشكلة إلى جواره، لن يلتفت إلى معاناة الآخرين. هذه حالة العنصرية، أكرر، ليست وجهة نظر. أعرف أننا في لحظات كل ما تطرفت أحبك جمهور معين أكثر. هذه ثقافة شفاء الصدور، وثقافة مثل ما تسمى في اللغة الشعبية، يعني إنه تبريد القلب، بردت قلبي أو ارتحت أو يعني هذه الثقافة يجب أن تندثر. ليس لأجل بناء سوريا جديدة، مشروع بناء سوريا مشروع المشكلة انه طويل. هذه الثقافة تكرر وتعاد على ألسنة أناس متعلمين جدا، يعني مثقفين، يكتبون وينظرون ولديهم إسهامات مهمة في عقولهم المعرفية. الآن هم الذين يقودون مثل هذا الجمهور، يعني هم يزايدون على الجمهور، الجمهور يزايد عليهم ويطلب المزيد. صحيح، وفي استحضار لأمور سخيفة من التاريخ بمعنى الغلبة والسؤدد وتحطيم الآخرين. يعني أنا استغرب من شاعر يكتب في الكراهية. يعني أنا أستغرب في حالة أنه يفترض
المثقفين، الإعلاميين، أن يسموا فوق هذا الخطاب الشعبوي. مش الشعبوي، هو خطاب تدميري، خطاب فاشي، خطاب فاشي. خطاب الإلغاء هو خطاب فاشي بالمحصلة. يعني الفاشية ما ضروري تكون مجرد بدل عسكرية وجيوش مؤللة، لا. الفاشية ممكن تكون حركات اجتماعية. في نذر يعني حركة اجتماعية مثلا اليوم أنا استغربت، الاتفاق يسري على قدم وساق. هناك بعض المتطرفين في مدينة قريبة من الحسكة، في محافظة قريبة لا نذكر اسمها، خرجوا في مظاهرة ضد الاتفاق، يزعمون بأنهم مع الشرع، وفي المقابل يكسرون إرادة الشرع في الذهاب إلى التفاوض. إذا هناك أنفاس تفوق أنفاس الكراهية التي يعني تم يعني ضخها بين الناس خلال 15 سنة، وتحديدا في السنة الأخيرة، خطاب الكراهية يعني المعروف. زميل جوريش، لا تنسى هذه الفكرة، يعني توقف عندها. لكن أراها تشبه الوضع في تركيا. يعني رب الناس 100 سنة على كره الكرد، على نفي الكرد، وخاصة في الخمسين سنة الأخيرة. والآن عندما أتوا يتحدثون عن الأخوة التاريخية لألف عام، وعن ملازقرد، وعن حزب العمال الكردستاني وسيد وجلان، نحل القضية الكردية، شعبين أمتين، كردية وتركيا في وطن واحد. الشارع لم يقبل بسهولة حتى الآن. يعني الاستطلاعات تقول بأن يمكن أكثر من 80%، أكثر أقل لا أعرف، بس هم يعادون حل القضية الكردية على مبدأ وأساس أخوة الشعبين، الكردي والتركي. يعني هاي الألف عام عيش مشترك. الآن أشرت إلى السنة الماضية أيضا حدث هذا الشيء. السلطة زايدت تركت الناس تعبر بدون ضوابط، تحرض وتهين مكونات سوريا. الآن هذه الجماهير يعني وجدت نفسها متروكة في الأرض. السلطة تذهب وتفاوض وتقر بحقوق وإدارة ذاتية غير معلنة، وقوات سوريا الديمقراطية في ألوية محددة، وتتحدث عن كرد، وهناك مرسوم 13. هاي الجماعة يعني غدرت، تظن نفسها أنها غدرت من السلطة. والسلطة ربما الآن، لا أعلم ما رأيك، لكن أعتقد أنه بدأ البعض يتحول إلى رجال دولة، أو شبه رجال دولة، مسؤولين عن تصرفاتهم وعن تصريحاتهم أيضا. أنا المثال التركي جيد جدا. يعني كل ما يعني استدامت فكرة الكراهية والاحتقار والإنكار، كل ما أصبحت المعالجة صعبة. يعني نحن بعد عام من الكراهية، عام الكراهية السوري 2025، حتى الآن في صعوبة لتقبل فكرة السلام الاجتماعي، وليس السلام السياسي، السلام الاجتماعي بين المكونات. يعني أنا سمعت اليوم خبر، إذا صدق الخبر، فسنكون أمام حالة فيها جبر ضرر لا يمكن تصوره. يحكى أنه ستستقبل عشائر سريكانية رأس العين العائدين الكرد إلى مدينتهم بعد رحلة شتات من 2019 إلى اليوم. إذا عادوا سيستقبلونهم في خيمة مصالحة، سميها ما تشاء، خيمة استضافة، قبل أن ينتقلوا إلى بيوتهم. إذا صدق هذا الشيء، ما معنى المجتمع المدني، وما معنى إنفاق ملايين الدولارات على مشاريع الإخاء والسلم الأهلي؟ هذا هو السلم الأهلي. إذا صدقت هذه المسألة ونصبت خيمة في مدخل رأس العين، سنكون أمام مشهد، لحظة تاريخية ومصالحة تاريخية وتصويب للعلاقة العربية الكردية، يعني هذه بالمحصلة. مبادرة مهمة جدا إذا حصل. ومتقدمة. واعتقد في كل مدينه او ناحيه من الحسكه ايضا نحتاج الى مثل هذه المبادره. وربما الرقه ايضا، انه الرقه ايضا هناك يعني مكون كردي هجر، واليوم رايت التعدي على بعض، يعني من بعض الناس على دورهم ومنازلهم. وفي تل أبيض، وفي عفرين، وفي كل مكان يجب الذهاب بهذه الاتجاهات. لا تسميها رومانسية، هي حياة العالم بالمحصلة، حياتهم اليومية. رح يبقوا مع جيرانهم العرب وجيرانهم الكرد وجيرانهم السريان على الإيزيدي والمسيحي والمسلم. يعني في المحصلة هناك حالة لا يمكن التجاسر عليها. لا يمكن أن نذهب إلى الخيار بي. الخيار بي هو يعني حروب لا متناهية، حروب إبادة، تغيير ديموغرافي، كراهية مستمرة على طول الخط. هذا يفشل الحياة ويقتل الحياة. لسنا في سبيل الحديث في وعظ، لكن في المحصلة لا يمكن إبعاد السكان بهذه الطريقة القسرية من أجل سياسات رخيصة لطرف معين ضد طرف آخر. ما قلنا تركيا خلال 100 عام
من يزرع الريح يجني العاصفة. أنت زرعت الأحقاد بين الكردي والتركي وأنكرت وجود الكردي، وفجأة تصدم المجتمع التركي وتقول له هناك كرد، والكرد من لا يحب الكرد لا يحب تركيا. مكان من الأول، مكان من 100 سنة حكيته هالكلام لما طالب به الشيخ سعيد، وطالب فيه سيد رضا، وطالب فيه حزب العمال الكردستاني منذ 99 فصاعدا أو من 93 فصاعدا، وطالب فيه أيضا الأحزاب الكردية قبل وجود حزب العمال الكردستاني على ضعفها، كانت تنادي بالإخاء وكنتم ترفضوا. الآن تواجه أقطاب الشوفينية التركية مجتمعاتها، يعني يواجه المعلم تلاميذه، وهذه مشكلة كبرى لدى المشروع الكردستاني الكردي. قابلية أفضل لأنه ما تمرست في مسألة العنصرية والشوفية. اليوم في واحدة من اللحظات اللي يمكن أن تسجل بأنها رمزية إلى حد بعيد، أنه عنصرين متقاتلين كانوا يبوسوا بعض، يعني في حالة احتضان وكذا، يعني في حالات رمزية، في حالات مثلا في احترام متبادل، وأيضا في استفزازات. يجب الخوف من الاستفزازات. ما نعرف تاريخ منطقتنا، العنصرية ليست فقط دكتور طارق في الكلام، وليست في الكتابة، وليست في الخطابات. العنصرية أحيانا تمتد إلى الأصابع. في تركيا عندما تكون إشارة الفي أو إشارة النصر جريمة، وعندما تصبح إشارة رابعة في تركيا دليل للتوجه السياسي، وعندما تصبح إشارة ال الإصبع الواحد أو التوحيد إشارة أو رمز لمحق إرادة الآخرين، كل هذه الأصابع يجب يعني أن تتوقف عن الإيماءات على الأقل في هذه الفترة. كل إصبع هو استفزاز للطرف الآخر. طيب كيف بدنا يعني نضبط خطاب الكراهية هذا، أو نقضي عليه، لا ندع له مجالا وفضاء لكي ينتشر في حالتنا سوريا؟ والله ما في نصائح محددة، لكن أنا عن نفسي أنا أدرك دور الإعلام، دور السوشيال ميديا، دور الفيسبوك، التويتر، الإنستغرام، وسائل التواصل بمختلف أصنافها في صناعة الرأي العام، دور قادة الرأي. أنا أستغرب يعني شخص يشتم جماعة قومية، شعب كامل، ويحظى بآلاف اللايكات والمشاهدات. هذا أمر يعني لا يصدقه أي مجنون. يعني ما هذا هو الذي يكتب هون بهذه المشكلة، الطريقة يجب أن يذهب إلى مصحة. هون المشكلة يعني هناك مثل عربي جميل يقول: من أمن العقاب ساء الأدب. المشكلة لما مثلا الفضائية السورية الإخبارية يطلع واحد بيتهجم على الدروز وعلى العلويين وعلى الكرد، حتى إذا كان في شخصيات، يعني الهجوم يحدث من خلال شخصيات يعني تقود حراك هذه المكونات لتسجيل ترند. هو يكون عنده موقع فيسبوك او موقع تيك توك، يسجل ترند ويخرج من البرنامج. المشكله انه يذهب الى بيته هنا في المانيا او في اوروبا، في الديمقراطيات العريقه لا يستطيع المرء ان يفعل ذلك. يعني يعاقب، يلاحق من خلال دعاوي ومحامين ويجر الى المحاكم. اما في حالتنا السوريه يعني يطلقون تصريح قد يهدد بمواجهات عميقة بين الشرائح والهويات المختلفة السورية، يصفق له، يعني يسجل ترند ويخرج ويكرر ذلك التصريح والكلام الغير مسؤول بشكل يعني اعتيادي وفي مناسبات لاحقة. قولا واحدا السلطة السورية مسؤولة عن الذي حدث. لا يمكن أن نتحدث، صحيح هناك اتفاق، هناك بوادر سلم أهلي وسلم سياسي، هدنة هشة سميها، هدنة مستقرة دائمة مستدامة، تطبيع أمني وعسكري، سلام، اندماج، سميه اللي بدك يعني. لكن لا يمكن القول بأن السلطة كانت بريئة خلال العام الماضي. الارتكابات ولا الذي حدث في من نشر ثقافة الكراهية، أنا سمعت على الإخبارية السورية يعني ما تعجز أي أذن آدمية أن تسمع. سمعنا من خلال ضيوف يتم استضافتهم إلى استباحة الآخر. سمعنا كلام منتهى في العنصرية، منتهى في الفاشية، كان يمرق مرور الكرام. وأيضا هناك يعني إعلاميين تم تكريمهم في حلب وتم تجميعهم، البعض منهم لا يعرف ألف باء الحياة في سوريا،
لا يعرف شيء عن تاريخ بلده، لا بيعرف شيء عن مستقبل بلده. يبحث عن الترند الرخيص، ويبحث عن استثارة الغرائز ضد الجماعات الأخرى، يقلد ال- المراسل الحربي الفلاني أو العلتاني بوقفته يعني صار هناك مدرسة مبتذلة في الإعلام. صبيان أمسكوا الميكروفونات وبدأوا يحرضوا الناس، كلام فيه دم ما فيه دم مو مشكلة، بيحكوا. هؤلاء المجانين الذين يجب يعني إذا كانوا تحت ال 18 يجب إيعاد إيداعهم في سجن للأحداث، النظر في أمرهم، استدعاء أولياء أمورهم. وإذا كانوا فوق ال 18 يجب إيداعهم في مصح عقلي. هؤلاء أساءوا للمكونات السورية، لفكرة التعايش، لفكرة الوطنية السورية. يعني هذا كلام أنا باعتقادي يمكن الحديث فيه أطول، لكن لازم نعود إلى مناقشة الاتفاقية. ويجب مناقشة أيضا ما الفرص المتاحة أمام كرد سوريا للذهاب باتجاه يعني تحقيق شيء من تطلعاتهم الوطنية المشروعة. ما بنقول القومية فقط، الوطنية. المساواة فكرة وطنية وليست فكرة قومية. الشراكة فكرة وطنية. ما يطرحه الكرد اليوم من وجوب الحصول على ضمانات، من وجوب البناء على هياكل الحكم الموجودة في مناطق الإدارة الذاتية، من وجوب أن يحصل الاندماج بطريقة كريمة تحفظ لقوات سوريا الديمقراطية والأسايش مكانتها في وجدان الكرد والعرب في منطقة الحسكة وكوباني. ماذا عن النازحين وعودتهم الآمنة إلى مناطق سكناهم؟ هناك آلاف التفاصيل تنتظرنا، كل واحدة منها تحتاج إلى الكثير من النقاش، إلى الروية وإلى الصبر وإلى الكلام بمفردات سياسية بعيدا عن لغة شعبوية هنا أو ثقافة شفاء صدور هناك. أمامنا طريق طويل أنا باعتقادي. أمريكا لن تدخل في تفاصيل صغرى فيما خص التعليم، فيما خص الدستور، فيما هي بالنسبة لها هاي مواضيع صغرى تتركها لنا. نحن الذين سندير العملية السياسية في المحصلة في البلد. أحببنا بعض أم كرهنا بعض بدنا ندخل بعملية سياسية. قصة حرب الإلغاء لن تحدث في سوريا. قصة النبوءات السياسية سينتهي الحضور الكردي بعد سنة وبعد 6 أشهر سيسقط نظام الشرع خلال 6 أشهر وسنة، هذا كلام لا علاقة لنا به. لا علاقة له. يعني هذا يدخل في عالم الضرب بالمندل أكثر منه يدخل بعالم السياسة والقراءات السياسية. الآن نتعامل مع الواقع، مع الأفعال الموضوعية مثل ما بيسميها ماركس. ننزل إلى عالم الواقع ونتعامل مع ما هو موجود. كيف يمكن التطبيع السياسي، الإدماج السليم، كيف يمكن أن يتحصل الكرد على حقوقهم الوطنية كاملة متساوية، أن يتمتعوا بالمكانة والجدارة والكفاءة أو التكافؤ عفوا مع العربي السوري، المسلم مع المسيحي، الإيزيدي مع المسلم، والعلوي مع السني، إلى ما هنالك من تعبيرات سنية. فكرة إدارة المجتمع التعددي يجب أن تطرح مرة أخرى على الطاولة. لأجل ذلك إذا نجحت الأمور في المختبر اللي نسميه الحسكة، اللي هو نموذج لفكرة التعددية في سوريا، سينطبق الأمر وسيطبع أكثر من مرة في أكثر من محافظة. إذا على السوريين أن ينتبهوا أنه فرص نجاح العملية السياسية في الحسكة هي نجاح لدرعا، هي نجاح للسويدة واللاذقية وطرطوس وكل المحافظات السورية وكل المناطق السورية. هناك فكرة بأن هذه السلطة محمية دوليا، لكن نحن بنعرف بالكلام اللي بدأناه أنه لا توجد تحالفات دائمة، لا توجد شيء اسمه بنرجع للألفباء السياسية المملة صداقات دائمة. في مصالح على طول الخط. من هو اليوم يدعم هذه السلطة سيكون عدوها في الغد ربما. زميل شورش، الآن أولويات الكرد، ما هي الأولويات عندهم؟ أنا بتقديري ووقف في نذر، أنا أنبه من نذر شقاق كردي. الرغبة في القول بأنه لدينا فرصة والطرف الفلاني ليس لديه فرصة كافية لنذهب نحن ونرمم أوضاعنا نحصل على مكاسب، هذا أمر خاطئ. اثنين، التعريض بشخصيات كردية، يعني سواء كانوا سكرتيرية أحزاب، قياديين في أحزاب معينة، قياديين في الإدارة الذاتية، هذا التعريض يعني ليس وجهة نظر. أنا لا أتحدث عن المحاسبة وعدم المحاسبة، نتحدث عن حالة تعريض وكراهية وتوجيه النجاحات لجماعات معينة والفشل لجماعات معينة. هذا كلام يعني ما بشوفه أنه هو نظيف. إذا الحفاظ على الوحدة الكردية هو شرط أساسي. لاحظنا اليوم كان المجلس الوطني الكردي موجود في دمشق، أمر جيد.
وطرح فكرة أنه سوريا تكون دولة موحدة، والحقوق الكردية تكون دستورية. لم يتطرقوا صحيح لموضوع الفيدرالية، لم يتطرقوا إلى اللامركزية التي تحدثوا عنها في 26 نيسان صحيح. ما بعرف ظروفهم، يعني ما اطلعنا على جو النقاش بشكل نهائي، لكن العناوين قالت بأنهم تحدثوا في إطار عام. هذا أمر أنا بتقديري محاولة لجماعة كردية لها حضورها، هذا أمر جيد. أيضا في المقابل يعني هناك فريق اسمه الإدارة الذاتية يتعامل يوميا مع الوقائع والمؤسسات والدوائر، مع الأمن القادم من دمشق، من وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، يتعامل مع الموضوع باشتباك سياسي هذه المرة واشتباك إداري، وهذا أمر جيد أفضل من الاشتباك المسلح. لاحظنا أيضا أن هناك رغبة كردستانية بأن لا يحدث شقاق. وأنا يعني خايف من الهوى الشعبوي الكردي أنه يدعو إلى انشقاقات كردية، يعني في الصف الكردي، يعني أن يمزقوا وثيقة 26 نيسان التي أدت إلى وحدة الصف والموقف. يعني أنا عندي تحفظات كبيرة على بنود الاتفاق، وبغض النظر عن الأحزاب الموقعة، لكن الحفاظ على جوهر حالة وحدة الصف هو الأولوية أنا في تقديري. طبعا يعني حتى إذا ذهبوا لوحدهم إلى السلطة، ما الذي سيحققوه إذا كان ليس لديهم حضور وأوراق والصف الكردي يعني منقسم؟ لن يحصلوا على شيء. إذا كانوا هم ضمن الصف الكردي وذهبوا في وفد موحد، نعتقد أنه يعني مكاسبهم ستكون أكثر، وأيضا اللقاء معهم سيكون له وزن أكبر. تسمح لي دكتور، في تفضل. تجربة كردستان العراق عندما يذهب بالدورة الماضية قبل استلام السودان الحكم، قالوا نريد الكرد أن يكونوا متحدين، هذا يخفف عنا عناء الاتفاق والتفاهم. يعني إذا اتفقنا مع طرف يخرج الطرف الثاني بخطاب أكثر، يعني أعلى، سقفه أعلى. وبالتالي إذا اتحدت الجبهة الكردستانية، هذا يقول خصوم الكرد في بغداد. من مصلحة دمشق اليوم أن لا تقسم الفريق الكردي، أن تدعو إلى وحدة الصف الكردي وتتفق مع مجموع الكرد. هذا من مصلحة دمشق. إذا كانت دمشق أصلا تفهم ألفباء السياسة، يجب أن لا تلعب على وتر أن تخترع أكراد جيدين وأكراد سيئين، نعم. أن لا تستعين بأكراد الجماعة الفلانية الذي جربوا في اسطنبول وليست لهم حاضنة شعبية، والقول بأن هؤلاء أكراد جيدين، والسيد فلان والدكتور فلان والكثير من الألقاب، والحديث برطانة بأن هؤلاء هم الأكراد الوطنيون الأصحاء المعافون. هذا كلام، يعني سترتكب دمشق حماقة إذا كررت تجربة الجحوش التي كررت في التي استعملت في العراق. في العراق كان هناك ألوية صلاح الدين، أفواج صلاح الدين، وعددها بعشرات الآلاف لمواجهة الثورة الكردية. في المحصلة ذهبوا وذهبت يعني رغباتهم وقدراتهم والأموال التي أنفقت إليها إلى مزابل التاريخ. لا يعني لا تفكر بتصنيع حركة مشابهة في سوريا. اذهب إلى العنوان الرئيسي، هو مجموع الأحزاب الكردية، إلى المجتمع السياسي الكردي وإلى الشعب الكردي. يعني في المحصلة مهما كنا مستقلين ونمتلك جدارة معينة ونوع من الخطابات السياسية، كتابات، دراسات، إلى ما هنالك، لكن كل أو معظم المثقفين الكرد الإعلاميين يرون بأن هناك حالة سياسية وعنوان سياسي كردي يؤيدونه. نعم. والعنوان الحالي لا زال 26 نيسان، لا زال يعمل، بغض النظر إذا راح المجلس الوطني الكردي بمفرده أو ذهب مستقبلا حزب الاتحاد الديمقراطي بمفرده. بغض النظر عن حالة بمفرده، الحالة الأساسية يجب أن تكون لحظة التفاوض مع دمشق لأجل إحقاق الحقوق الكردية. يجب أن يكون لدينا فريق يضم سياسيين أكفاء يستطيعون أن يمارسوا السياسة الكردية التي عنوانها خذ وطالب، نعم. وليس سياسة عدمية تقول كل شيء أو لا شيء، أو سياسة لا تقول أي شيء، تذهب وتتحدث عن مبادئ عمومية لا تنفع ولا تغني من جوع. نعم. هناك طبعا أيضا وضع عفرين تم مناقشته باتفاقية 18 يناير. وضع رأس العين ووضع عفرين أنه يتم التطبيع، يرجع الناس إلى منازلهم ودورهم، وترد إليهم بساتينهم وحقولهم. وهناك أيضا يكونون قادرين على انتخاب مجالس إدارية، وحتى الأمن يكون من أبناء المنطقة، يعني على غرار الحسكة أيضا. في هذا الملف هل لديك يعني انطباعات أو ملاحظات؟
أنا استمعت لكلمة في مقابلة للجنرال مظلوم عبدي قبل عدة أيام، تحدث أنه ما سيصدق على الحسكة وكوباني سيمشي على عفرين ورأس العين سريكانية أيضا، بمعنى والوتر الأبيض أيضا. شمولية الاتفاق سيشمل معظم مناطق التواجد الكردي أو المناطق الكردية، وبالتالي لن يقتصر على الحسكة وكوباني بمعزل عن عفرين وكذا. أنا في اعتقادي المسألة تحتاج إلى بعض الوقت. الوضع في الحسكة سيكون تابع للمحافظ الذي ستعينه قسد، وبالتالي لإرادة إدارية، والمحافظ في المحصلة سيكون ممثل رئاسة الجمهورية، ولو أنه هو اختارته قسد، لكن ستمشي القواعد والأنظمة والقرارات التي واللوائح التي يصدرها المحافظ يعني بدها تمشي على أهل راس العين. لا يمكن أن يكون محافظ الحسكة على راس العين، ومثل ما هو محافظ حلب هو محافظ حلب زائد كوباني وزائد عفرين، أيضا محافظ الحسكة هو محافظ الحسكة زائد راس العين. الحديث عن السيد نور الدين أحمد، يعني شخصية مناضلة مشهود لها ولديها علاقات طيبة مع كل مكونات محافظة الحسن. يعني أنا لم تتح الفرصة وتعرفنا على الأستاذ نور الدين، لكن الأخبار الطيبة وصلت إلى حد بعيد. شخص كفؤ يتمتع بدرجة علمية بمقدار من الوطنية، وباعتقادي التوفيق والسداد في عمله يحتاج إلى عدة مسائل: أن يكون محافظ العرب قبل أن يكون محافظ الكرد، وأن يكون مسؤول عن الكنيسة مثل ما هو مسؤول عن الجامع، حماية كافة مكونات الحسكة والدعوة إلى حالة الإخاء، مرتبطة أحيانا برأس الهرم الإداري في المحافظة. مهمته صعبة لا يحسد عليها نهائيا. هو جاء بعد 15 سنة حرب أهلية في سوريا، بعد عام أيضا داخل هال 15 سنة من خطابات كراهية ومن حزازات قومية واستفزازات وإلى ما هنالك، وبالتالي مهمته صعبة جدا، والقوة تبقى في المحيطين به، يعني لا يستطيع العمل بمفرده. هذه مسألة متروكة ل يعني أدائه، والناس ستحكم في نهاية المطاف. نعم، يعني نتحدث عن الأشخاص، لأنه الأشخاص في مجتمعنا يلعبون دور صحيح. كبير. كما تعلم أيضا العميد مروان علي من عشيرة عربية معروفة ولديها علاقات طيبة مع الكرد، من ابن المنطقة، يعني من ابن الحسكة، وهو أيضا خوارزي الكرد، أعتقد جدته كردية. زميل شورش، لدينا دقيقة إذا بدك تقول شيء. والله ما في شيء نحكيه أكثر من هيك. يعني ممكن في اليوم ركزنا على الجانب الداخلي المحلي، على الخطاب، لغة الخطاب المستعملة. ما رحنا لاتجاهات أخرى، ما ناقشنا الوضع في إيران وارتداداته، في تركيا وفي دول الجوار فيما خص الجنوب السوري. هذه مواضيع حاليا ركزنا على هذا الموضوع وفق العنوان اللي وضعته حضرتك دكتور. ركزنا على هذه المساحة فقط. وإذا مشيت الأمور في هذه المنطقة، أنا لا أتحدث بلغة تفاؤل، أنا أقول إذا مشيت الأمور في الحسكة ستطبع الحسكة في كل محافظة سورية، سيعاد إنتاج نجاح الحل السياسي اللي استشهدت فيه أنا في البوست. حضرتك استشهدت بالبوست. أنا كتبت أنه في الحرب ينتصر طرف، وهو الأصح ممكن يهزم الطرفين أو ينتصر طرف، لكن في السلام الكل منتصر. وأشكرك جزيل الشكر. شكرا جزيلا لك زميلي العزيز شورش درويش، الكاتب والباحث السياسي. نلتقي إن شاء الله في أيام قادمة. تحياتي. تحياتي، شكرا أعزائي المشاهدين، إلى اللقاء، مع السلامة.